في دايما خناقة دايرة ما بين الطعمية المصرية والفلافل الحمص الشمالي. مين أحلى، بالحمص ولا بالفول المدشوش؟ طب عشان نراضي الأطراف كلها احنا عملنا وصفة ميكس ما بين الحمص والفول المدشوش. أخدنا طراوة الخضرة، طراوة الفول المدشوش من جوه بالروح المصرية، وقرمشة الحمص والنكهة الشامي. خليكم معايا خطوة بخطوة. دي أظبط طريقة فلافل عجبت الناس وظبطت فعلا معايا المقادير بتاعتها. أنا خدت نص كيلو فول مدشوش، نقعته قبلها ب24 ساعة، غيرت عليه المية مرتين. وربع كيلو حمص أنا ما عملتوش مع الفول، أنا جبته بعدها بيوم، فعشان أعمله بسرعة اضطريت إن أنا أحط له مية مغلية ونص معلقة بيكربونات صوديوم وعصرة ليمون. ساعة بالظبط كان زيه زي الفول المدشوش. ودي سر الطراوة السريعة، سر التطرية السريعة. طحنتهم في الكيتشن بتاعتي، خلطتهم الأول وهم لسه حب وحطتهم في الكيتشن. بعد كده جه وقت الخضرة بتاعتي كانت بقدونس، كزبرة، وطبعا كرات، بس لو مفيش كرات ممكن نستبدله ببصل أخضر. الخضرة أنا خدت الورق بس، أنا قطفت الخضرة بتاعتي كلها سواء كانت بقدونس أو كزبرة، أخدت الورقة بس، ما خدتش أي عروق للخضرة. الموضوع ده أنا ما كنتش مصدقة إن هو فارق كده، بس فعلا فارق جدا. وبصلة وسط و5 فصوص ثوم. المقادير بتاعتي دي أنا ما حطيتش فيها ملح خالص، أنا بحط الملح عند التسوية وأنا بقليها. ده الكرات قطعت الروتس بتاعته وقطعته شانكس كده وحطيته على الكزبرة والبقدونس. بس الفول والحمص هيتطحنوا لوحدهم، مش هطحن معاهم اي حاجة تانية خالص. والخضرة والبصل والثوم هيتطحنوا لوحدهم. التكنيك ده يعني مش عايزة اقول لكم طلع حلو قوي قد ايه. هضيفهم بقى، هجيب العجان. انا كنت حاطه فيه اوريدي الفول والحمص، نزلت عليه الخضرة بالبصلة بالثوم. هستخدم الكف بتاع العجان بحيث ان انا ادخلها اكبر كمية هواء، وهبتدي انزلها على سرعة يعني تاني سرعة تقريبا، تاني درجة. بس سبتها فترة، يعني سبتها 10 دقايق بس، بفصل وارجع تاني عشان ادخل فيها اكبر كمية هواء. يعني هو انا جه في دماغي ان بتاع الفلافل بيجيب اللي هي الماشين بتاعته اللي بيقعد يعجن بقالها 50 سنة، انا كل ما اروح الاقيها بتعجن لسه. ف قلت دي عشان تدخل هواء، طب انا ايه اللي هيدخل لي هواء؟ فجبت العجان وحمصت البهارات فيها كبابة صيني، كمون، كزبرة، وحبة شمر. وبعد كده ده حمصتهم وطحنتهم. وبعد كده جبت زعتر مجفف، الزعتر ده انا اللي مجففاه، انا اللي بنشفه عندي في التلاجة. بس ما طحنتوش، انا خدت الاوراق بتاعته بس فركته كده بايدي، فالاوراق بتنزل لما بينشف. وحطيت الزعتر فيها، نزلتها بقى بعد كده في بولة بلاستيك وقفلتها وحطيتها في التلاجة. يعني على الاقل مثلا ساعتين الحاجة كلها تشرب من بهاراتها، بالذات ان البهارات دي كانت متحمرة طازة، يعني او متحمصة طازة. فمش قادرة اقول لكم الريحة اصلا كانت بتبقى عاملة ازاي، يعني عاملة كأني بالظبط في محل فلافل والله فعلا. خدت الجزء اللي انا هبتدي احمر بيه او هبتدي اقليه في الزيت. حطيت له بالظبط ربع معلقة بيكنج صودا ونص معلقة ملح، قلبتهم كويس وحشيت الفلافل بسطرمة ونزلتها في الزيت. مش قادرة اقول لكم يعني القرمشة عاملة ازاي بتاعتها. اولا ما شربتش زيت خالص، لان هي ما فيهاش اي نوع من انواع العيش ولا اي حاجه خالص. يعني انا كانت مشكلتي مع الفلافل ان هم بيحطوا فيها كميه عيش كتيره الصراحه، لا فيها عيش ولا فيها اي حاجه. الحمص عطيها قرمشه غير طبيعيه، قافلها من بره، فبالتالي هي ما شربتش زيت.
يعني انا عايزه اقول لكم الصينيه اللي تحت دي ما عليهاش حاجه خالص، ما عليهاش ولا نقطه زيت. نص رغيف بلدي بقى، حبه طماطم، شويه خيار مخلل وطحينه، وبالهنا والشفا. انا بحبها حاميه، فانا ما عنديش، ما حطيتش شطه عشان محدش بيحب الشطه غيري. فده مش كاتشب اللي عليها، ده فلفل حامي، زي الهوت صوص كده، بس انا بعمله في البيت. فبتحكم في درجه الحمام بتاعته بان انا ما بطحنش بذر الفلفل. انا باخد بس اللحم بتاع الفلفل بشويه واطحن اللحم بتاعه. بألف هنا وشفا. بس هتتبسطوا منها جدا، يعني اللي هيجرب هيتبسط. اتمنى تجربوها.